السلام عليكم. كنت أنا متوسطة في خواتاتي، كبرنا في الدار الكبيرة يعني مع جدي وحنا وعمي واللي هو كان هو ومرته وولادو، وهذه هي العائلة اللي غادي نهضر عليها اليوم. كنا كلشي متفاهمين، كلها ودارو نجتمعوا غير على الماكلة. كنا ساكنين في حي شعبي، وكانت بنت عمي صاحبتي الروح بالروح، من الابتدائي وحنا نقراو بزوج حتى الجامعة. كنت أنا وثلاثة خواتاتي فوقي، وكانت هي وأختها وزوج خوت. فاتوا العوام وكبرنا ووصل وقت الزواج، بداو خواتاتي يجيوهم الخطاب. نسيت ما قلت لكمش باللي امها ما كانتش تحملنا، وكانت جبد معنا الصداع. احنا ما كناش نديوها فيها لحقاش با ما كانش يبغى يخسر مع عمي. قلت لكم بداو خواتاتي يجيوهم الخطاب، ووالديا كانوا يقبلوا. طبيعة الحال كانوا الرجال كانوا يجوا في محلهم. هذيك البنت عمي كانت تفرح، ولكن المهم ما كانش يعجبها الحال. ومين يكون العرس تلقايها شادة في واحد القنت ومغوبشة. فاتوا اليامات وجاو الخطاب في اختي اللي قبل مني. غير انا اللي بقيت بلا زواج، ولكن صاحبتي اللي هي بنت عمي ما تزوجت، لا هي لا اختها لا خوتها، حتى واحد ما تزوج فيها. صافي جاو عاوتاني الخطاب لاختي. فرحت صاحبتي وخوتها وعمي الا امها كما العاده. ما عجبهاش الحال، قد شوطن في صاحبتي، قالت لها شوفي هما كاملين تسرباو وانتوما ما شاف فيكم حتى شي واحد، ما تحسيش يكونوا دايرين لكم شي حاجه. غدا نمشي انا وياك عند الفقيه. قلت لها صاحبتيني على الشيطانه ماما، واش من سحور واش من فقيه، راه غير المكتب والزواج راه قسمه ونصيب. وبقات تهدن فيها والو. مرت عمي ما بغاتش تصرت لها، كل يوم تبقى عليها بديك الهضره ديك الهضره ديال راهم دايرين لكم شي حاجه، راهم دايرين لكم شي سحور. حتى النهار اللي غادي يجيو فيا الخطاب، وصاحبتي تقرصت بحال لا ضربها شي جن. من قلتها لها بدات تدخل ديك الفكره ديال امها انه حنا دايرين لهم شي حاجه. وبقات تقول ياك ماما ما عندها الحق في الشي اللي راها تقول، واقيلا يكونوا دايرين لنا شي حاجه. وفاش قلت لها بلي راه دوبتيست وعنده الكابيني ديالو، زادت شعلت فيها النار ديال الغيره والحسد. بقات مين صاحبتي تجي عند ما وتقول لها البنت راه عاد صغيره وراه عاد تقرا، هذه غير تضيعوها بهذا الزواج. شكون اللي قابل لها دارها وغدا تجيب البز؟ واش تقابلهم ولا تقابل قرايتها؟ البز يجيب البز والضحك. ما جاتها في شكل، وخا هي مطبعها شريرة، ولكن في هاد المرة كان الشر ديالها غريب شوية. جاو دوك الخطاب، بهدر معاهم، عجبوه الناس وعجبهم. قالهم ايوا درك يبقى القرار لبنتي. قلتلو اللي درت هو هذاك. ضحكت وحطيت راسي، يعني راني موافقة. كنا قاع جالسين، وحتى مرت عمي بناتها ولادها عمي كل شي كانوا قاع العائلة جالسين. وباب ابتسم وقال لهم ايوا نقراو الفاتحة. وبداو يقراو الفاتحة، وهذه مرت عمي شعلت فيها جهنم الكحلة، وما بغاتش، ما عجبهاش الحال. وناضت خرجت ومشات لدارها. ما فهمنا والو. تبعتها ما قلت لها مالكي نطي هكا، كلسي حتى ناكل ولا طرت اللي جابو، او تشربي تاي كلسي. قلت لها ما فخاطريش، راه فيا شي وجع في كرشي ما قديت نفوت حتى الماء. فاتت الخطبة، درنا الملاك، ومرت عمي هزت راسها ومشات لدار باها. عينا فيها تجلس تحضر والو ما بغاتش. ولادها وعمي جلسوا وهي مشات. فات الملاك عاد ولات. فاتوا الايام ومشات عند الفقيه هي وصاحبتي. واه، حتى صاحبتي هي اللي كنت حاسباها بحال اختي مشات عند الفقيه هي وامها. هادشي عرفتو من بعد. مهم مشاو، قال هذاك الدجال اللي سحر لكم يجيكم. واش مهم هذه واحد بين قوسين، واش مشات مرت عمي عنده قبل ولا ما نعرفت. المهم مستحيل يقولش للفقيه شي حاجة ولا شي هضرة
غير مداتو لراسو، لحقاش دوك المشعوذين ما عارفين حتى حاجة على الغيب. تلقايو راه داير شي خدام هو اللي يجيب له هاد الاخبار. انتي تبقاي مبهوضه بالشي اللي يقول لك، تبقاي تقولي فين عرف هاد الشي؟ الغيب يعرفه غير ربي سبحانه وتعالى. المهم هادو غير بين قوسين. قال لهم هذا اللي راه داير لكم السحور تعرفوه مزيان ويعرفكم مزيان. قالت لها امها باينه ديك الجحمومه ديال حنان، على ما كان سميتها حنان. ولاو عنده مره اخرى قالت له باي ثمن فك هاد السحور اللي دايرين لولادي. قال لها جيبي لي الملابس الداخليه ديال هذه اللي غادي تتزوج، وشعرها وشي تصويره وشي تخربيق. وبحكم كنا عايشين في دار وحده جابت هادشي بسهوله. دات له كل شي هادشي وبدا يخدم في التشعويض ديالو. قالها سيمانه ولا تعطى هذاك الحجاب اللي دارتو ولا داك السم اللي دارتو. قالها دفنيه في شي خلا. مشات دفناتو في واحد الخلا. فاتو 3 ايام بالضبط وجاو في الباب طاف طاف طاف. هنا ما فهمنا والو. جدي كان كبير مسكين شويه تخلع. جات عجوجتي مي اللي هي مين خطيبي، قالت لنا تلاقينا خوت نتفارقوا خوت، ما كتابش ولدي الله يجيب له هي الله يجيب لها. ما حفلنا حتى حاجه. مرت عمي وبنتها داروا راسهم مصدومين. قالت لها ما نعلي الشيطانه الحاجه وزيدي تجلسي غير نفهموا بعدا واش كاين. عاد كانوا سمن على عسل واش صرالهم. قالت لها ما نجلس ما نتفاهموا ما نهضروا، ما مكتابينش ماشي بالسيف. المكتاب هو هذا. انا نصونيلو والو واش بغى يجاوبني يقطع عليا ونعاود والو نبكي بغيت نموت ما عرفاش اصلا واش كاين. ما بغاش يزيد معايا. بقى يزعف عليا قال لي واش درتيلو؟ نحلف ونعطي القلب ما درت له حتى شي حاجه. صونالو باش يفهم واش كاين. قال له البنت من هدرت معاها عقلها يبان لي صغير وما تناسبنيش. قال له با عاد درك بالك عقلها صغير وبالك ما تناسبكش، راه انت اللي ما تناسبناش. وقطع عليه. قفية الحال حقاش كانت شخصيته قوية وطبيب وعائلته كانوا مزيانين ومحترمين. مرت عمي فرحات وعجبها الحال وبقات تجي عند ما تواسيها لحقاش ما مسكينة بقى فيها الحال وتأزمت. تجي عندها وتقول لها ايوا ما كتابوش لبعضياتهم درك يجي غيرو ما ديريش في بالك. دا ولادها يحن عليهم الله، واحد مور واحد بداو يتزوجوا. وانا بقيت هكاك مدة طويلة من تزوجوا وليداتها كاملين. نسات داك السحور اللي دارتو ونسات كل شيء. تقريبا شي 15 عام وانا لا زواج لا قرايه لا دار لا دوار. ما بقى فيها الحال مسكينه بزاف. شوف فيا ما درت حتى شي حاجه في حياتي. غادي يجي النهار اللي غادي تقيسها لافيسي ولا كيما نقولوا حنا النقطه، ولا تما في الفراش الا ما قلبتهاش ما تقلبش. كل شي بسبابي. مهم بقيت مقابلاها لمده 3 سنين حتى لواحد النهار جيت نفطرها في الصباح. لقيتها مول الامانه دا امانته. بقيت نزكي ربي اللي خلقني. جمعوا العائله الجيران وفوتنا العزا. هذيك مرت عمي بقى فيها الحال. قد تقول مع راسها بسبب يصرى هادشي وماتت. لحقاش من زوجوا كاع ولادها ارتبط شويه ما بقاتش شريره كما كانت. صافي بقيت عايشه مع با وعمي وجدي وحنا. موراها غادي توفى وجدي وحنا غادي نبقى غير انا وبا وعمي ومرت عمي. مرت عمي ولادها كاع مشاو. حتى انا حنيت لها مرت عمي ويعني غير هي اللي مرا في الدار. بقيت نعاونها بقينا نهضروا ودرتها بحال بلاصه تما لحقاش تبدلت. والتعامل ديالي معها كان يزيد يعذبها ويحسسها بالذنب. ولات عندك الفقيه لقاتو ما بقاش يخدم في هادشي. قالها الله عفا عليا من داكشي وما بقيتش ندير حتى حاجه. فكرته بداك السحور. قلت له بغيت نفكو. قال لها راه يكون فكو شي واحد ما يمكنش راه هادي شي 15 عام. قلت له ما يمكنش البنت راه عاد لا زواج لا حتى حاجه. قالها جيبيه لي نفكو. بلا هكا ما نقدر ندير حتى حاجه. مشات تدور على داك الخلا
اللي دفناتو فيه. دورت تمشي تولي حتى تأكدت من البلاصة وهي تصدم الصدمة ديال عمرها. لقات داك الخلا دارو فيه مدرسة خصوصية كبيرة. تبكشت، مشات للدار وبقات تبكي وتفكر واش تدير، حتى قررت تمشي تحفر في ديك المدرسة. تمشي في الليل تحفر هنا تحفر هنا تحفر هنا، والو ما لقاتش داك السحور. بدا يطلع عليها الصباح ومشات لا يشوفها شي حد. ولات للدار بلا سحور بلا والو. قد تهلا فيا تعنقني تبوسني لعل وعسى تكفر على داك الذنب اللي دارت. والو، حتى غادي يجي النهار اللي غادي تطيح فيه مرت عمي. داها عمي للطبيب، داروا لها التحاليل والسكانيرات. تخلعنا عليها الصراحة. من بعد يومين غادي يخرجوا النتائج. غادي نتصدموا باللي فيها كونسير أجاركم الله في الرأس. العائلة كاملة بقت فيهم، بقت مصدومة. جابوها للدار عايشة غير بالدوايات وغي تبكي على أخيرتها وعلى الشي اللي دارت وما قدرتش تصلحه. تلقى مولاها وهي هزة ذنب كبير. من بعد شهر وهي تعاني عيطت لي، قالت لي بغيت نهضر معاك. قلت لها غير ارتاحي انت يا مرت عمي حتى من بعد نهضروا. قالت لي الموضوع ضروري. قلت لك جلسي. حكات لي كل شيء. بقيت غير نشوف. تصدمت. 15 عام ديال العذاب بسببها انتي، وصرفنا فيك غير الخير انا وما الله يرحمها. قالت لي هي اللي شوطنت راجلي. قالت له انا ما نصلحلوش وخرجت الطريق. دموعي ما بغاوش يريضوا. ضاعت حياتي وحياة امه. قلت لها علاش هادشي كامل؟ قالت لي كنتو تزوجوا ولادي لا، وبغيت ننتقم منكم انتي وامك. قلت لها عمرو ما اديناك ولا درنا لك شي سحور. ها هما بناتك كاع تزوجوا. لو كان كنا دايرين شي حاجه ما غاديش يتزوجوا. داكشي غير مكاتيب. بقيت نزقي عليها. يا السحاره، خرجتي لي على حياتي، قتلتي لي ما بالفقعه. الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، ما راه خايدو فيك. وهي مدوره وجهها وتبكي. خرجت وخليتها. مشيت لبيتي بقيت نبكي حتى نعست. كنت غير انا وياها في الدار. كما قلت لكم حنا وجدي كانوا توفى الله يرحمهم ويرحم الجميع. با وعمي كانوا في الفيرما، كانوا دايرين تقاعد، والولاد كلها في دارو. العشيه جا با وعمي، بقاو هدايم الله والباقي الله. بقاو يلغاو لي، لغاو الجيران كاع العائله، ولادها عائلتها. انا ما عرفت لا نبكي ولا نفرح. كنت باقيه مصدومه مشي اللي قالت لي. صافي تكمل العزا وتفرقت الحاله، وانا بقيت متبعه غير صلاتي ومتبعه سوره البقره. وربي حن عليا، تزوجت في عمري 43 عام، والحمد لله ربي ورزقني بوليد هو اللي عندي. ما سمحتش لمرت عمي الى يومنا لهذا، وحتى لصاحبتي اللي هي بنتها. لو كان ما داروا ليش والو، لو كان راني بحفادي. ولكن الله ياخذ الحق. بنتها ما بقيتش نهضر معاها، واخا كانت غير مقدمه في هذا الشيء، ولكن كانت عارفه وتعتبر مشاركه في هذا المنكر. وهنا غادي تكمل قصتي. العبره من هذه القصه عمره ما تأذي شي حد. واخا يظلمك خليه للخالق، فما بالك يكون ما ظلمك ما داير لك والو وأديتيه. راه الشر اللي تديرو في المظلوم يرجع لك بالدوبل. الله يهدي ما خلق. وديما نقول لكم الحيطة والحذر. بحال من كان تقول لها لا راها عاد صغيرة، راها عاد تقرا، راه هادي. ديما الانسان من يكون يعكس في شي حاجة ما تقولوش وقيلا راه باغي لي الخير، وقيلا راه هادي، وقيلا هادي ماشي في مصلحتي. راه حتى واحد ما يعرف اللي في مصلحتك من غير والديك. الا ما كانوش والديك ما تظنش انه شي واحد غادي يبغي لك الخير كتر من والديك، وما تظنش انه شي واحد غادي يبغي الخير لشي واحد اخر من غير ولادو. هذه ديروها في عقلكم. يعني هي راها كانت باغيه الخير لبناتها وولادها، ماشي البنت حماها. الله يهدي ما خلق. اللي عنده شي قصه ولا بغى يخوي قلبه ولا باغي شي راي، مرحبا بكم. غادي نخلي النمره ديال الواتساب
الخاصة بالقصص. في أمان الله.